السلام. اليوم راح نتحدث عن حارس إيميليانو مارتينيز، حارس منتخب الأرجنتين، وكيف تحول من حصالة في الدوري الإنجليزي إلى صاحب القفاز الذهبي في كأس العالم 2022. لما نرجع للإحصائيات لأستون فيلا، نادي أستون فيلا اللي يلعب فيه مارتينيز، نجد أن النادي استقبل 22 هدف في 15 مباراة فقط هذا الموسم في الدوري الإنجليزي، وبذلك يعد من بين أكثر الأندية استقبالا للأهداف في الدوري الإنجليزي. أكيد مش مثل بورتموند وليدز يونايتد اللي استقبلوا 28 و30 هدف، ولكن يبقى من بين الأكثر استقبالا للأهداف. فمارتينيز استقبل 22 هدف في 15 مباراة فقط. لما نرجع إلى إحصائيات كأس العالم نجد أنه استقبل 8 أهداف في 7 مباريات، وحافظ على نظافة شباكه في 3 مباريات فقط، مع المكسيك، مع بولندا، وأيضا مع كرواتيا. ولكن الحارس كان مساهم بشكل كبير جدا 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 في تتويج الأرجنتين بكأس العالم. وخلينا نقول لك أن مارتينيز كان هو 70% أو 60% اللي خلت الأرجنتين تحمل كأس العالم 2022. لما نرجع إلى إنقاذه لآخر كرة وأخطر كرة كانت مع منتخب أستراليا في الدقيقة الأخيرة، واللي لو سجلت أستراليا عندها حارس يتقن بشكل كبير ضربات الجزاء، وكان ممكن يقصي الأرجنتين. أيضا لما نرجع إلى تصديه أمام هولندا ركلتي جزاء، واستطاع أنه يخلي الأرجنتين تعبر إلى النصف النهائي. ولما نرجع أيضا إلى آخر لقطة في نهائي كأس العالم بعد الدقيقة 120 لما أنقذ انفراد للرقم 12 الفرنسي، واللي استطاع أن يشيل الكرة على طريقة لاعبي كرة اليد. وأيضا هو نفس الحارس اللي قام بتصدي لركلتي جزاء لكومان وتشاوميني في نهائي كأس العالم، وخلى بلده يتوج بكأس العالم. فمارتينيز لما نرجع ونشوف أن مارتينيز في كأس العالم هو من بين أفضل الحراس في كأس العالم، أكيد مارتينيز وبونو. ولما نشوف في الدوري الإنجليزي فنجده يعتبر ممكن ما يكونش حتى من التوب 10 لأفضل حراس الدوري الإنجليزي. فدائما ما نقول أن اللاعبين أو مستوى اللاعبين في المنتخبات مش هو المستوى الحقيقي، لأن لما يكون يلعب في المنتخب راح يكون عنده كثير من الحوافز، راح يلعب على لون بلده، راح يلعب على بطولة، راح يلعب على الميدالية الذهبية، راح يلعب على كأس العالم، فراح يكون عنده حوافز كثيرة راح يخلي يبذل أكثر من طاقته بكثير. ولكن مستوى الحقيقي للاعبين دائما ما يكون في الدوريات، لأن الدوريات نفسها طويل، والمستوى هو المستوى الثابت، أو مستوى اللي قدمه اللاعب فيها هو مستواه الثابت، وهو مستواه الحقيقي. فمارتينيز أو إيميليانو مارتينيز صراحة يستحق القفاز الذهبي، ناظرا لما قدمه وناظرا لتدخلاته اللي كانت حاسمة بشكل كبير في تتويج منتخب الأرجنتين ل 2022. ولكن لو نرجع أيضا لإحصائياته في الدوريات، فإيميليانو مارتينيز لا يعتبر من بين أفضل حراس العالم. هذا اللي كان معنا بخصوص إحصائيات والحديث حول إيميليانو مارتينيز حارس أستون فيلا وحارس أيضا المنتخب الأرجنتيني. إذا أعجبك هذا الفيديو محتوى هذه القناة فتبقى على بالاشتراك، تفعيل زر الجرس، الإعجاب، التعليق، دعم هذه القناة. إلى الملتقى، سلام.